يا بلدي مصر مصر. تشاهدون الآن مع الشباب مع الأستاذ عمر الحنبلي. أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني يا حبيبتي يا مصر. طيب قبل ما اختم الفقره احب اسمع من مصطفى. كان عنده مجموعه ابيات بيتكلم فيها عن اللي بيحدث الان في سوريا وليبيا. ده شيء اقل شيء نعلمه لاهلنا في ليبيا وسوريا يعني ان شاء الله. قصيده اسمها لك الله يا ارض العروبه. اتفضل. قتلى وجرحى وخنقى وأرضا تكسوها الدماء، زوجة وطفلة سكلى وأما يقتلها البكاء، هكذا نمسي ونصبح على قذف وقتل للأبرياء، هكذا فعل بنا كل من طغى من الزعماء، وكل جرمي أنني أبيت الظلم الذي على أيديهم جاء، وأردت أن أعيش حرا طليقا ولو في فناء، فحكموا بقتلي وقالوا هذا عبد آبق أساء. يا سيدي مضى زمنكم وأغلقت أسواق الإماء، ولو أردتم فتحها ثانية فلن تجدوا لها أرقاء، لأننا أصبحنا ثوارا أحرارا أقوياء، وقد خلعنا ثوبكم ثوب المهانة والإهانة والغباء، وارتدينا ثوب الكرامة والعزة والإباء، فلك الله يا ليبيا ويا سوريا ويا درعا ويا صنعاء، لك الله يا أرض العروبة والكرامة والإباء، لك الله يا تونس يا من رفعت عن أعيننا الغطاء، لك الله يا كل أم فقدت بنيها وتحملت العناء، فاسمعي يا دنيا نداءنا فليس كالأمس شعارات أو غناء، وإنما هو صرخة مظلوم مزقه صمته حتى أصبح أشلاء، واليوم حطم صمته وأظهر قوته وأعلن البراء من كل حزب تاجر بدمي وبالضعفاء، فأنا اليوم حرا ليس لي سيدا إلا رب السماء، وصدقني من ذاق الكرامة لن يقبل أن يعود أبدا للذل والشقاء. الله ما شاء الله عليك. أنا عايز أقول إن كلمات جميلة جدا. إلقائك للشعر أيضا مميز بفضل الله عز وجل.